بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى كامل الحضور تكونوا بخير وعلى خير. نعتذر على هذه المدة الطويلة اللي كنت غايبة فيها لظروف عملية. اللي حنا جبت لكم هذا الكاطو تاع عين المر اللي تندوس ان شاء الله هذا العام، اللي هو يذوب في الفرن ومن الشكل تاعو الله يبارك. لهنا في الكاطو هذا تاعنا نحتاج لهنا، انا في البداية بديت يعني سيته فقط، درت 250 غرام زبدة اللي هي ماركارين طرية. استعملت انا لابيل. يعني انا كنت خدمت كوماند تاع عرس، بصح في البداية بديتها بكونتيتي صغيرة، يعني مقادير استعملت مقادير صغيرة. من بعد وليت كبرت في الكمية. معليش لهنا درت بيضة كاملة و2 صفار بيض. يعني نتوما اذا كبرتوا الكيلة نتاعكم راح ديروا 500 غرام مع 4 صفار ومع 2 بيض كامل. انا استعملت نصف الكمية فقط اللي هي 250 غرام مارغرين، واستعملت 2 صفار بيض مع بيضة كاملة. زدت معاه لهنا كاس سكر رطب، الكاس هذاك ما عمرتوش بزاف، يعني خليت منه شويه. ضربتهم مليح بالباتور حتى ولا خليط كريمي، حتى تشوفوا يعني تجبد كامل المكونات تاعكم والخليط هذاك تاعكم، تشوفوا تبدل اللون تاعو. لهنا انا زدت كاكاو بني اللي تكون يعني الريحه تاعو مليحه، تجوزو هكذا في الصفايه مليح. استعملت حوالي 2 مغارف ونص، واللون نتوما واش حابين، اذا حابين يعني راهي حمار وفرنسي تقدروا تكثروا الكاكاو. استعملت لهنا عطر الفانيلا، تقدروا تستعملوا عطر الكراميل. كيف ضرب الباتير حتى ينسجموا معنا. لهنا راح ندير 4 كاس تاع الزيت، ونزيد معاه كاس تاع كاوكاو هذا تاعنا كنت حمصته وخليته حتى برد، من بعد رحيته وغربلته. هذاك الرقيق تاعنا حطيته في العجينه، وهذاك الخشين نخلوه نستعملوه من بعد. نكمل نضرب الباتور حتى تنسجم كامل المكونات. انا بديت نضيف الفرينه تدريجيا، من بعد نزيد شويه خميره تاع الحلوى اللي هي مغرفه صغيره. نضرب هكذا شويه بالباتور حتى ندخل هذوك كامل المكونات مع بعض، من بعد نبدا نخدم به حتى نتحصل على هاد العجينه اللي تكون طريه الله يبارك، وما لازمش تتركوها خلاص. من بعد لهنا نجيب الميزان تاعنا وراح نشكل كويرات الوزن تاعها 40 غرام. واذا حبيتوا الوزن تاعكم يعني جاتكم الحبه شويه كبيره تقدروا ديروا حتى 38 غرام. بعد ما وزنت هذوك الحبات، من بعد هزيت هذاك الكاوكاو تاعنا رخشين، حطيت في الليمون هكذا شويه في البدايه على الوجه يعني. بعد رمت هذيك الحبه تاعنا تاع العجينه تاعنا الكويره وحطيتها في المول، نبدا بالضغط عليه حتى تاخذ لي حجم هذاك المول والشكل. كيما راكم تشوفوا لهنايا، من بعد راح نحطهم يطيبوا على درجه حراره يكون يعني الفور تاعنا مسخن من قبل، ومن بعد ما راحش ياخذوا وقت طويل، يعني حوالي 10 دقائق وتكون الحبه تاعكم جاهزه، راح يطيب معنا بسهوله. الكاطو تاعنا بعد ما يطيب راح نحكوه في غسيل هكذا، نقلبوا الحبه ما راحش تغصب ولا يصير لها اي اشكال، يعني تجي الله يبارك ما شاء الله. بعد الحبات تاعنا هكذا وهما سخونين الحبات راح نديروا لهم سكر بودر بهالطريقه.
من بعد نبدا هذاك الفراغ اللي راه فيه وسط الحبه، راح نديرلو الكراميل. يعني هذا هو الديكور تاعنا تاع الكاطو تاع النمر. وجا الله يبارك في الشباب. هنا ندير كميه لبس بها بالكراميل. من بعد راح نحط لها نصف جوزه، يعني لازم يكون الشكل تاعها باهي باش تعطينا يعني كيما نقولوا الحبه تاعنا تجينا باهيه. الله يبارك بهذه الطريقه. لنا الحلوى تاعنا راهي جاهزه. الله يبارك لكم وتاعنا راهي واجده. نتمنى اللي يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تفعلوا يعني مع القناه. بارك الله فيكم، حطوا لنا لايك، بارطاجوا لحبابكم وصحابكم هذه النوعيه تاع الحلوى اللي راهي الله يبارك تصلح للاعراس للحفلات وحتى لكم للدار. بارك الله فيكم ومع السلامه.